داخل قرية الأورمان التابعة لمركز طلخة محافظة الدقهلية. زي ما حضراتكم شايفين موجودين أمام البيت اللي حصل فيه الكارثة اللي صعب عقلك يتخيلها، وإن هي تحصل كمان في شهر رمضان المبارك. الإخوات بينهم خلافات بسبب طمع الدنيا، وحصل مشادات كلامية، وحسب ما الأخ قال إن هو كان في خلافات بينه وبين أخوه، وللأسف الشديد بسبب إن بنته بعتت له رسايل مش كويسة، ورد على أخوه قال له ينفع بنتك تبعت لي رسايل زي دي؟ أمانة إن أخويا قال لي لا ما ينفعش، وغلط بنته، وقال إن هو وقتها فرح جدا وقال أخويا هيجيب لي حقي من بنته. لكن للأسف إن اتفاجئ إن بنته بدأت تحصل قدام البيت هنا مشادة كلامية، وحصل بينهم وبين بعض مشادات كلامية، وحصل الخلافات، وقال أنا رديت وهم ردنا لأن كلنا بشر. وبعدها استغفرت ربنا لأننا في شهر رمضان، ودخلت بيتي وكان خلاص المغرب بيأذن وهنفطر أنا ومراتي وولادي. قال إن هو فجأة وقت الفطار حس بهزة غير طبيعية، افتكر إن في زلزال والبيت بيقع عليه هو ومراته وولاده، ولكن كانت الصدمة ما خرج بره بيته والبيت بيقع والجدران بتقع إن أخوه جاب لودر وهد البيت عليه هو وولاده وقت الفطار والناس مشغولة. ودي كانت صدمة بالنسبة للأخ زي ما حضراتكم شايفين.